أول شيء أنا داير أبدأ كلامي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين إذا في تعاطفهم وتراحمهم وتوادهم، إذا تداعى عضو اشتكى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن هنا في حالتنا دي ما ادعى علينا عضو، ادعى النواة بتاعتنا كحسانية، لأنه جبل الجرف ده بيمثل مسقط رأس جميع الحسانية في السودان. فنحن حاليا جايين فزع لأهلنا من النيل الأبيض ومن كردفان ومن الخرطوم ومن الجزيرة ومن المناقل ومن سنار ومن جميع نواحي السودان. وجايين احنا نعتبر نفسنا جايين متأخرين، لأنه الظلم والتهميش اللي تعرضوا له أهلنا الحسانية في جبل الجرف كان يعني يعتبر ظلم تاريخي، وأضيف له المشكلة دي. فنحن إن شاء الله نعمل إنه جيتنا ولمتنا دي تظهر قوة القبيلة، نقدر ننتزع الحقوق بتاعتنا المهضومة، وبإذن الله نحن ذاتنا في بعضنا بنقدر ننهي التهميش ده. ونشكر القناة على حسن الاستضافة، وإن شاء الله يكونوا معنا في هذا الحدث، وكتر خيركم.